ممكن تخلي لنفسك ساعتين في اليوم لنفسك انتي؟ هتقولي لي ما عنديش وقت. هقولك معلش، اعملي اي حاجة بس خلي لنفسك ساعتين في اليوم. صدقيني الحكاية دي هتفرق معاكي جدا جدا وفي نفسيتك. الضغطة اللي انتي فيها طول النهار ديت، لو انتي ما اديتيش لدماغك هدنة كده شوية من اللي انتي شايفاه كله، والله ما تعرفي تكملي خالص. ادي لنفسك ساعتين، اسمعي كلامي، ساعة منهم خليها لربنا، لاني اولا واخيرا لجوءك لربنا هو اللي هيهدي نفسيتك. خليها لربنا، خشي كده اوضه فاضيه، صلي ركعتين، ادعي ربنا باللي انت عايزه تدعي بيه، اللي انت طالباه من ربنا ادعي، سبحي، اذكري الله، اقرأي شويه في المصحف، ساعه كده، ساعه خليها مع ربنا. هتطلعي من اوضتك بصي هتلاقي نفسيتك هاديه ومطمئنه والدنيا حلوه ومفيش اي حاجه. الساعه التانية بقى ديت ليكي انت، كوبايه نسكافيه، تعملي لك شويه فشار، تقعدي تظبطي كده على التليفون، تمسكي التليفون شويه، تردي على اخواتك، تردي على ايا كان مين باعت لك رسائل، تخرجي شويه عن المود بتاع العيال والحاجات دي. صدقيني هتفرق جدا جدا في نفسيتك.